تجسيدا لمبدأ التلاحم والاصطفاف الوطني في وجه المتآمرين على الوطن، وصلت اليوم إلى محافظة عمران قافلة الدعم والإغاثة المقدمة من أبناء ووجهاء منطقة بيت نعم مديرية همدان بمحافظة صنعاء للنازحين جراء الأعمال الإجرامية لعصابة الإرهاب والتخريب، ودعم أبناء القوات المسلحة والأمن. وكان في استقبال القافلة وكيل أول محافظة عمران يحيى محمد غوبر. هذه هي القافلة الثالثة من أبناء همدان، وهذا إن دل على شيء وإنما يدل على الالتفاف والاصطفاف الوطني الذي دعا إليه فخامة الأخ الرئيس المشير علي عبد الله صالح حفظه الله. فأبناء همدان كما عرفناهم دائما هم الأوفياء مع الثورة. هذا وكانت قافلة أبناء قرى بيت نعم مديرية همدان من محافظة صنعاء قد انطلقت صباح اليوم، وتضم أكثر من 100 شاحنة وسيارة محملة بمواد غذائية وإيوائية وأبقار. وقد أشاد وكيل أول محافظة صنعاء عبد الله ضبعان الذي كان في وداع القافلة بجهود أبناء ومشايخ وأعيان قرى بيت نعم. قافلة بيت نعم اليوم تحمل أكثر من مدلول، ومن إحدى مدلولاتها أنها تؤكد مدى الاصطفاف الوطني والتلاحم الوطني والدعم الصادق لأبناء القوات المسلحة والأمن الذين يقارعون قوى الظلم والطغيان. إن وجود هذه القوافل يدل دلالة قاطعة على نبذ شعبنا لهذه الشرذمة الباغية التي تريد أن ترد عجلة التاريخ إلى الوراء، وهذا يدل أيضا دلالة صادقة على أصالة أبناء همدان وبيت نعم وكل أبناء اليمن في كل منطقة. نحن نرى القوافل تتقادر من كل مناطق اليمن، وهذا يدل دلالة واستفتاء حقيقيا على الولاء الوطني لأبناء الشعب. أولا أشكر أخواننا مشايخ وعقال وأفراد بيت نعم، وهذه القافلة الكبرى الذي من أخواننا بيت نعم، وليست القافلة الأخيرة، بل في قوافل سبقتها من همدان، وفي قافلة الآن تتنظم لها على مستوى همدان إن شاء الله كبيرة. وقد أكد مشايخ وأعيان وأبناء المنطقة استعدادهم كغيرهم من أبناء الشعب اليمني تقديم أرواحهم وكل ما يملكون في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية وحدته ومكتسباته وصون أمنه واستقراره. في البداية نحيي أبناء قواتنا المسلحة والأمن في محور صعدة وحرس سفيان الذين يقدمون أروع البطولات، وإننا نساهم معهم بهذه القوافل.